لو احنا فكرنا ان فلان نيجاتيف وفلانة انرجي فامباير والشارع كله نيجاتيف انرجي والادجز بتاعت الفeng شوي بوس الترابيزه والتمثال ده عشان باصص الشمال هيفرقع فينا الكلام اللذيذ ده. لو فكرنا كده مش هنتحرك من بيتنا. اوكي، انا واحده surprisingly عشان انا علمكم الطاقه protection وكيب فايب والكلام اللذيذ. surprisingly انا رحت ادرس سايكولوجي عشان اقعد مع الناس التعبانه اللي طاقتها درينج، اللي عندهم اللو فايب لدرجه الانتحار sometimes، عشان اقعد معاهم. انا مش باجي منهم. يعني ليه بقى؟ ثانيه، عشان عندي التولز اللي اعرف انظف بيها نفسي. وضربت لكم في الكورس كمان الاكزامبل ده، معرفش فين ولا لا. قلت لك لو 2 اخوات، واحد منهم مش عايز يتعامل مع الاتربه والملوثات والفيروسات والبكتيريا، موسوس خلاص، واخوه مش موسوس. فالاخ اللي مش موسوس بينزل الشارع، بيركب تاكسي، بيركب مواصلات عامه، بيروح يشتغل، بيقابل عملاء، بيكسب فلوس، وعنده صحاب، بيروح ياكل في الريستورانت مع اصحابه وبيروح مبسوط. التاني قاعد في البيت عمال يقل عشان موسوس. طيب يا عم، هو اللي راح ده ما تلوثش؟ لا اتلوث، بس لما رجع استحمى. لما رجع استحمى بطول، ما هو اخذ البكتيريا والفيروسز وعرف ازاي ينظف نفسه بيها. فكذلك تتعاطي مع الشخص النيجاتيف، اعملي الشيلد بتاعتك اللي احنا متفقين معاها ان وانتي قاعده ما يتاثرش عليكي. if you're powerful enough you can do it. فاكرين الازاز والبولت بروف والبابل والكلام اللي احنا عاملينه for you مش ليهم.